وسط زحمة شارع قصر النيل عربيات بتعدي، ناس مستعجلة، محلات فاتحة، وفي النص عمارة واقفة في هدوء غريب. عمارة لو ركزت فيها شوية هتحس إنها مش من الزمن ده. دي مش مجرد عمارة قديمة، دي شاهد حي على عصر كانت فيه القاهرة بتحلم إنها تبقى باريس الشرق. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أجمل وأفخم عمارات وسط البلد، عمارة سورناجة. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نبدأ الحكاية. علشان نفهم عمارة سورناجة لازم نرجع لورا شوية لبدايات القرن العشرين. الوقت ده كانت القاهرة في عصرها الذهبي، عصر الخديوي إسماعيل، ومن بعده لما الدولة قررت تحول القاهرة لمدينة حديثة على الطراز الأوروبي. شوارع مستقيمة، عمارات شاهقة، بلكونات مزخرفة، ومهندسين من إيطاليا ومهندسين من فرنسا والنمسا بيصمموا قلب المدينة. ومن هنا ولدت منطقة وسط البلد كواحدة من أرقى مناطق الشرق الأوسط. وسط الجو ده وصل مصر رجل أعمال إيطالي اسمه صومائيل سورناجة. سورناجة ما جاش مصر سايح ولا مغامر، ده جه بعقلية صنايعي ذكي. سنة 1905 أسس سورناجة مصنع للطوب الأحمر الحراري والخزف والفخار والإشاني في مركز الصف جنوب حلوان، في وقت كانت فيه مواد البناء عنصر أساسي في نهضة البلد. نجاحه الصناعي خلاه مش بس رجل أعمال لكن صاحب رؤية معمارية. سورناجة قرر يبني عمارة مش علشان السكن وبس، لا، علشان تكون انعكاس لمكانته وذوقه وفلسفته في البناء. عمارة بتجمع بين الفخامة العملية والجمال الفني، عمارة بتعيش 100 سنة ولسه بتبهر الناس أو المرة لما يشوفوها. وهنا بيجي الاسم الأهم في الحكاية، وهو أنطونيو لاشايك بيك، واحد من أعظم المعماريين اللي اشتغلوا في مصر. كان كبير مهندسي القصور الخديوية وصمم قصور للأمراء والبشوات، وكان عضو في لجنة حفظ آثار الفنون العربية. لاشايك بيك كان عبقري في المزج بين الطراز الأوروبي والروح الشرقية، وده بان بوضوح في عمارة سورناجة. الشرفات الواسعة، الزخارف الدقيقة، التوازن بين القوة والنعومة، وكل تفصيلة معمولة علشان تعيش. عمارة سورناجة مش مجرد شكل جميل، دي مدرسة معمارية كاملة بتعكس تأثير القاهرة بالمدارس الأوروبية الحديثة، وفي نفس الوقت بتحافظ على هوية المكان. العمارة دي مثال حي على إزاي الفن ممكن يكون جزء من الحياة اليومية، مش حبيس المتاحف بس. والجميل في عمارة سورناجة إنها مش معزولة عن الشارع، دي واقفة وسط الناس، شايفة أجيال بتعدي وثورات وتغييرات. عمارات شافت القاهرة وضحك وحزن وهي في أبهى صورها، لسه واقفة بجمالها شامخة وسط شارع قصر النيل. عايزة أقول لكم إن العمارة موجودة في شارع قصر النيل، وبالأخص في حارة كنت زغيب. أنا عملت فيديو عن حارة كنت زغيب، موجود عندي على الصفحة، يا ريت تدخلوا تتفرجوا عليها، يعجبكم جدا، لأن الحارة دي مش مجرد حارة عادية، دي حارة الصياغ ويعين الذهب في القاهرة ووسط البلد. بتعد عمارة سورناجة الموجودة في شارع قصر النيل في قلب القاهرة واحدة من أبرز التحف المعمارية التراثية اللي بتزين منطقة وسط البلد، وبتمثل نموذج فريد بيجمع بين الجمال الفني والرقي والفخامة والإبداع. العمارة بتتكون
من 6 طوابق بخلاف الطابق الأرضي. وعايزة أقول لكم إن الباب الرئيسي بتاعها أو المدخل بتاعها موجود في حارة كونتزو. العمارة لسه تحت التوضيبات زي ما احنا شايفين كده في الفيديو، فاحنا ما قدرناش طبعا ان احنا ندخل نصورها من جوه. وبالنسبة للأعمال التاريخية العظيمة اللي قام بيها أنطونيو لاشايك، قصر الدبارة وقصر الأمير يوسف كامل والعمارات الخديوية بشارع عماد الدين ومحطة الرمل بالأسكندرية وبنك مصر في شارع محمد فريد اللي احنا اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت، ومبنى محطة قطار الأسكندرية وقصر إميرجن للخديوي إسماعيل في اسطنبول وقصر شامبليون اللي احنا اتكلمنا عنه برضو في حلقة قبل كده وموجود على الصفحة، وقصر الأميرة فاطمة. بصراحة المهندس ده من أهم المهندسين المعماريين في الفترة ديت من القاهرة الخديوية. وفي معلومة بقى عايزة أضيفها لكم، ودي أنا عرفتها بالصدفة، إن في بلاط لحد دلوقتي، بلاط فخار موجود لحد دلوقتي اسمه بلاط سورناجة. ده أنا أول مرة بصراحة لما جيت أعمل بحث عن العمارة ديت عرفت إن مازال موجود بلاط باسم سورناجة إلى لحد الآن، والبلاطة دي بيطلق عليها سورناجة. وعايزة كمان أقول لكم معلومة عن سومائيل سورناجة. لما قعد هنا واشتغل في مصر خد الجنسية المصرية، هو وكمان المعماري أنطونيو لاشايك، الاتنين خدوا الجنسية المصرية رغم إن هو أصوله إيطالية، بس اعتز دايما سورناجة بجنسيته المصرية الإيطالية. وأنا برضو مش عارفة هم ليه دايما ما بيشوري، يعني ما بيقولوش، وبرضو عايز أعرف هم ليه مش بيشيروا دايما إن الناس دي خدت جنسيات مصرية وبقوا مصريين وعاشوا بالجنسية المصرية هنا في مصر. أنا حبيت أقول لكم المعلومة دي، إن سورناجة بقى مصري إيطالي وهو كان دايما بيعتز بمصريته. ولسه القاهرة موجود فيها حكايات كتير قوي، ولو حبيت حكاية عبارة سورناجة ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس، واكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه رأيكم في عمارة سورناجة وحكايتها. ودايما ما تنسوش ان اسرار وحكايات وسط البلد معايا انا مولي الحشاش، واشوفكم في جولات جديدة. باي باي.